بسيط النهارده. ملف جامد 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 طرش طرش اقسم بالله. طبعا الملف ده فيه حاجات كتير، فيه ملفات، فيه اللي هو ملفات كيبوردات وليبر تمام. كيبوردات قديمه وحاجات كده فاهم. خلينا ما نتكلمش عن الملف كتير وتعالى اوريكم شكل الملف. وانا كده قبل ما نخش على الملف كده، تعالوا كده دي قناه، نديك نظره بسيطه يعني على القناه. مش عارف النت ليه عامل كده تمام. دي قناة اليوتيوب. طبعا الملف ده انا منزله ليه 800 مشترك اخ طبعا. يا ريت لو مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد تمام. انا القناة دي انزل عليها شروحات واي حاجة في المجال، يعني اي حاجة بنزلها تمام. زائد طبعا كيبوردات وشروحات كده، يعني حاجات كتير. ده اديها نظرة انت بسيطة عندك على الشرح وكده يعني. يلا بينا بقى نبدأ اوريكم شكل الملف من بره. اولا كده اهواتي، ده شكل الملف تمام. هتلاقيه في الملفات كده. ده شكل الملف يا صاحبي اهو. طبعا ضايف لك فيه لوجرات قديمه وبيكات جريل وخطوط بيكس للناس اللي هي بتصمم فاهم. يعني انت لو بتصمم تعمل صور أو كده، الخطوط دي بتفيدك يعني. هوريكم نظرات وهعرفكم ازاي تعمل التصميم كده ورمزيات جوه حاجات كده. اولا كده ده بس بصيت على الليبر اهو بتاع الكيبوردات دي صح. حاجات طرش برضه عادي كمان تمام. دي بيكات الجرافيك اهو. كل دي بيكات يا صاحبي. ماشي. انا بس هضيف لك 100 بيك رجاله، وهضيف لك خطوط، دي الخطوط بقى صح. هضيف لك حوالي 1000 وحاجه، 1000 خط وحاجه الله يا باشا. ماشي. دي رمزيات البوي طبعا، الرمزيات اللي هتكتب عليها، وهوريك ازاي طريقه الكتابه وحاجات كده اهي، حاجات موت تمام. دي ملحقات التصميم بقى. دي ملحقات التصميم اللي هي الناس هعرف كلها في الشرح كده تمام. ضايف لك طبعا الاطارات اهو. المهم، ودي ليبر للشتات، ليبر طبعا ماشي اهو. حياة جامدة فاهم، مش هضيف لك حياة وحشة بس أنا ماشي صح. يلا بينا بقى نبدأ أوريكم طريقة التصميم وكده. أولا كده أنت مش عايز منك غير البرنامج بتاع بيكسل اب، هو ده صح أهو. هو ده. طبعا البيك ده مش منزلها لأنها تبع فاهم. ده شكل البرنامج من بره. الخط ده طبعا مش هتلاقيه في البرنامج غير لما تضيف الخطوط فيه فاهم، اللي هو الخطوط اللي هي ضايفها لك في الخطوط اللي ضايفها لك في الملف تمام. اولا كده انا مش هبدا من الصفر لانه حوار فكده يعني، لكن اوريكم مثال بسيط. اولا كده تاجي على الخط، تاجي على دي، وهتكتب النيم اللي انت عايز تكتبه. مثلا يا صاحبي ولا انا اكتب الفيديو الفيديو بس انا هتاجي هنا على الخط، علامة الخط دياتي قصدي دي التانية اللي جنبيها خلاص اهو. هدوس عليها، هتاجي على الملفات دي، تاني واحدة طبعا. دي بيوديك على الملفات اللي هي عندك على الفيلم نفسه. هتلاقي طبعا دي في الخطوط، اللي هو هتلاقي على علامة الإضافة اللي فوق، وتدوس على فيليون تصميم، وهتلاقي على الخطوط بيكسلات تمام. وهتضيف يا صاحبي وهتضيف الخطوط كده تمام. كده ضفت الخطوط، هتدوس اديت، عدد اللي تحت دي تمام. هتلاقي بالشكل ده ان هتلاقي الخطوط كده اتضافت. بس انا طبعا انت كل خط وليه شكل وليه حاجه. لو انت عايز الخط بالشكل اللي هو اللي انا وريته لك في الاول ماشي يا صاحبي. مثلا اقول ده، بس طبعا بتغير اللون بتاعه. يعني انا مثلا اقول هخليه اصفر اهو، اصفر. كل حاجه ليها لون خارجي ولون داخلي فاهم تمام. ماشي. ودي هنا العكس. فكك انا بعمل لك صوره كده على ماشي، اغير لك بس اغير اللي هي الخط ده مش عايز فاهم. ده خط برضو شايف تمام يا زميلي اهو. كل خط انا بقول لك وليه حاجه معينه يعني، كله فاهم هتلاقي طبعا عشان تضيف الملحقات بتاعت التصميم هتلاقي بالشكل ده. تدوس على الحته اللي في النص دي اهي، هتدوس عليها وبعدين تدوس على دي، حاجه يوديك بالشكل ده على الصور اللي عندك على الفون. هتلاقي على الحته اللي انت منزل عليها الملف تمام، وتدوس عليها ونزله على البتاع ده. بس انا
فيديوهات التصميم وهتلاقي على محطات التصميم. طبعا عايز تضيف اطار للبيج دي، بتبقى من الاول قبل ما تعمل في اي حاجه في الصوره، لان هتلاقيها عتمه، فاهم؟ هتلاقي الصوره خالص، يعني اللي هو انت مش شايفين حاجه في الصوره. طبعا انت قبل ما تعمل اي حاجه في الصوره بتضيف اللي هي الاطار بتاع الصوره اللي انت عايز تحطها. انا بصور لك الفيديو انا في الشارع اساسا يعني. المهم احنا مش عايزين دلوقتي تضيف لك اطارات في البتاع، اما انت تضيف اي اطار انت عايزه خلصانه. اولا كده هتبتدي تضيف اي ملحق من دول، ده الملحق مثلا نقول انا هختار ده، تمام يا صاحبي؟ وهتبتدي تصغره بالشكل ده. طبعا هتفضل دايس عليه، يعني ولا انت مش هتفضل دايس عليه مثلا، هتفضل محدده بمعنى صح. وهتيجي على دي الناس اللي بتقول لي انا باجي، في ناس قالت لي كتير ان هي بتيجي تعدل عليه او تحط الملحق وبيجي لها بالشكل اللي هو الاطار اللي من بره ابيض. هتيجي طبعا على الحته الثالثه دي اللي انا علمت لك عليها وهتفعلها، هتلاقي بالشكل ده ان البتاع ان الاطار ده اختفى. تمام. انا صورت البتاع ده صورت على البرنامج اللي هو بيكسل اب، عشان في ناس كتير طلبت مني اني انزله. طبعا البرنامج ده هتلاقيه على جوجل او اي على متجر، فاهم؟ هتلاقيه يعني، بس انت عايز تنزله مهكر هتنزله من على متجر بلاي، ايه قصدي على جوجل. بس انا بس صح. ده طبعا بالشكل ده تبدا تصغر او تكبر في الملحق في الصوره، ماشي. اهو. طبعا التصميم ده بتاعي اساسا، يعني انا اللي مصممه. ما حدش يجي يقول لي انت سارق الصور او ده مش تصميمك. يا صاحبي لو مش تصميم هتلاقي الصور دي بتتمسح اهو، فاهم؟ طبعا بتحط الاسم مطرح مكان ما انت عايز براحتك، يعني اللي هو بيحدد لك لا ده انت براحتك. بس انا هنا طبعا بالشكل ده انت بدات عملت الصوره. هشيل دي وبقيت كده هقول مثلا هكملها على الصوره دي. طبعا الصور، في صور بتبقى عايزه ملحق التصميم، في صور لا. يعني في صور تبقى من غير الملحق اجمد واحلى وكده. طبعا في ناس بتضيف لها اللي هو بيبقى في كلام مثلا موجود مغطى على موجود الكل فبيتمنى موتي والحاجات دي اللي هي معروفه يعني. في ناس بتضيف لها وفي ناس لا، انا ما بضيفهاش. على حسب الصوره اللي انا هعمل عليها بتحدد ان كنت هتضيف فيها بتاع ولا لا، ماشي. طبعا ده الجروب بتاع الواتس بتاعي، ثواني كده. ده الجروب بتاع الواتس بتاعي بتاع النسخ. طبعا انا الجروب ده لايك اساسا يعني. فهنا ضرب الواد لسه الفيديو منزله ما علينا. بنزل طبعا البرنامج ده الجروب ده نازل فيه شروحات خاصه بكل حاجه. انا مثلا انا اصلا اعتزلت تمام كله عارف الحوار ده، بس لكن قلت هنزل اي حاجه انا اعرفها او اي حاجه انا اعرفها في السوشيال افيد اخواتي بيها وكده. تمام. انت ما تبخلش عليا باللايك سبسكرايب وخلاص، ماشي. ده شرح طبعا كيفيه الاختراق والحاجات دي على التصميم. تمام. انا بقول لك على حسب الصوره مثلا انا كاتب اهو، تمام، على حسب الصوره بقى. بس وده الجروب بتاع الستيكر بتاعي برضه رايق فاهم، مش بعمل عليه. دي كنت لسه هظبطها مع اللي هو انا مش بعمل عليها، ماشي. بس قريت لكم الجروبين بس تخش فيهم ما علم. طبعا الكيبورد ده اهو، ده هنزله قريب، ده الجديد يعني. انتظر الجروب، انتظر الكيبورد ده اللي هو هنزله قريب. ممكن بعد الفيديو على طول مثلا بيومين ثلاثه اروح منزله، ممكن انزله بعدها بفتره على حسب بعد الدنيا معايا. لو لقيت تفاعل في الفيديو والدنيا ماشيه فاهم كده هنزله، ما لقيتش فيه مش هنزل حاجه خلاص الكلام. بس صح. فاللي هو احنا كده وصلنا نهايه الفيديو. ما تنساش طبعا ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب القناه وتنشر طبعا الفيديو. بس اشوفكم فيديو جديد طبعا حاجه اجمل ان شاء الله يكون فاتكم الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.